حاضر حاضر. حاجه ثانيه عباره عن كرفس وبقدونس وتفاح. هي بس بتاع يعني عودين 3 بقدونس كده او 4 مع حزمه كرفس كبيره مع تفاحه واحده بس، نضربهم في الخلاط من غير ملح من غير سكر من غير عسل من غير اي حاجه خالص، بالهنا والشفا. دكتور عايزين بقى نقول للناس بقى كده، بص الموضوع الشوارد الحره وموضوع الخلايا السرطانيه، وعندنا كمان الحاجه الاهم من ده كله ايه هي مضادات الاكسده. طيب تمام، اتفضل تعالى هنا، انا معاك اهو زي الفل. تمام. امسكها لك انا زي ما احنا شايفين كده يا شيف. أيوة. احنا قلنا نجيب للناس الخلايا بتاعه جسم الانسان، ادي الخلايا قدامنا اهي. احنا دلوقتي كلنا اكل ضار، هنفترض ان احنا كلنا مقليات او كلنا مثلا دهون مشبعه او تعرضنا لاشعاع او ابتدى في جسمنا يطلع لنا الشوارد الحره. انت مش عاجبك كلمه شوارد حره، انا عارف من اول الحلقه. لا ليه لا عجباني جدا. لا بالعكس، انا بحاول اوضح للمشاهد تمام. ايه هي بس، لكن انا مظبوط. لا مظبوط. هي مش طبعا، هي لا ما تعجبش اي حد. هي طبعا يعني وحشه. هي وحشه جدا يعني. الشوارد الحره يا جماعه ما تعجبش اي حد، اوعى تعجب حد ابدا يعني الشوارد الحره. تمام اتفضل يا دكتور. فطبعا هنشوف ده منظر، ادي الشوارد الحره قدامنا، هي طلعت بعد النواتج بتاعه الاحتراق. شايفين شبه الشيطان كده يا شيف بالظبط. شبه الشيطان. تبدا تعمل ايه الشوارد الحره دي؟ لو انا ما عنديش مضادات اكسده هتعمل زي ما احنا بنشوف كده. شايف بتعمل ايه في الخلايا؟ بتبوظ الخلايا بتاعتنا، دمرت الخلايا بتاعتنا كلها. الخلايا بتبدا ان هي تستغيث، تبدا تستغيث عايز ادور على حد ايه ارحموني. تبدا بقى ايه؟ يبدا يجي عندي دور الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده. تمام. مضادات الاكسده دي تيجي تقف قدامها كده. الالوان اللي احنا قلنا عليها، الوان اللي الطعام مش الوان الصناعيه، الناس تفهم غلط. الله ينور عليك، مظبوط. تيجي تقف قدام الخلايا بتاعت جسم الانسان، تيجي الشوارد الحره عشان تضرب، الانتي اوكسيدنت حافظت عليها، وبالتالي كده الخلايا بتاعتنا حطينا لها بودي جارد او حطينا لها امن، حميناها قدامها. دي بصوره مبسطه هي الشوارد الحره. فهمت يا جماعه؟ الطريقه حلوه جدا، سهله حقيقي. تسلم لي والله العظيم بجد. بالتالي يا جماعه وضحت الدنيا قوي يعني ايه؟ يعني ايه اكل صحي؟ يعني اكل فيه الوان كتير. يعني معنى كده باجي قدام الخلايا كده، تيجي الشوارد الحره تضرب كده، بص كده اهو، مفيش خالص اهو. امسك بقى الثانيه كده اهو، كده اهو، امسك اديني الشوارد الحره. فبص يلا اضرب اهي. اوه ماي جاد. بص يا شيف كمان انا هقف انا بقى انتي اوكسيدنت اهو. اضرب مهما اضرب اهو مهما اضرب هحافظ على الخلايا بتاعتي. تمام كده. تسلم لي يا دكتور. يا استاذ ياسر ازيك؟ استاذ ياسر ناخد الخلايا بتاعتنا يا دكتور. طيب ماشي ناخدها. طيب ننزلها بقى. اهلا يا دكتور ازيك؟ منورين الدنيا والله. الله يخليك يا دكتور، اهلا بيك. اهلا. تحيات للدكتور، بجد حلقه جميله. الله يخليك يا ياسر، ربنا يبارك فيك. بعدين انتوا اتكلمتوا فعلا في ميه الصرف والري والزراعه، طب ما نتكلم بقى على ميه الصرف اللي بتخش في ميه الشرب بتاعتنا. ما احنا اتكلمنا، ده معناها كده. ما هو انا بتكلم على ميه الصرف عموما اللي هي بتخش على كل حاجه، اذا كانت بتخش على اكلك من غير ما تعرف، لما تخش على ميه الشرب وانت عارف، فدي يعني دي كارثه. والله يا شيخ محمد بجد حلقه جميله بجد، وبحييك انت والدكتور. الله يخليك. ومزيد من التوعيه في برنامجك هتكون حاجه جميله جدا بجد. الله يخليك. انت متالق في كل حاجه. ربنا يخليك. النهارده ضفت لنا حاجه جميله بجد. ربنا يبارك فيك. اشكرك ودايما مزيد من النجاح ان شاء الله. ربنا يخليك يا باشا. اشكرك جدا دكتور، وحلقه موفقه دايما. تحياتي يا فندم. اشكرك جدا. بص يا دكتور، مش بس الالوان اللي ممكن